السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ فيديو النهاردة مشكلة بتواجه أغلبية الناس اللي هي ايه؟ تأخير الصوت في سماعات البلوتوث، تأخير الصوت في الألعاب والمسافة. سبب ده التردد، واحنا عندنا أنواع التردد في السماعات 3 أنواع، بالإضافة إن في أرقام عشرية جنبهم زي 3.5 وكده و4. أول حاجة هنتكلم عن نوع التردد اللي هو ال3، ده من أسوأ أنواع التردد في ايه؟ في استهلاك البطارية. استهلاك البطارية فيه عالي جدا، ممكن مثلا البطارية تقعد معاك ساعة ساعتين وخلاص بالكتير. دي السماعات دي لو انت هتجيبها سوشيال ميديا فقط، انت اخرك سوشيال ميديا والعاب، ما بتعتمدش على على الاصوات الخارجية او صوت محيطي او كده. عادي يعني فور فن. برضو فيها المسافة بتاعتها لو انت مثلا اتحركت من أوضة لأوضة ما ينفعش، لازم يكون الموبايل جنبك، هتلاقي فيه تقطيع، ممكن تلاقي لوحدها السماعة تقول لك disconnected. دي تاني حاجة، نوع التردد اللي هو 4. في بقى 4.2، 4.3، ده مناسب جدا لو انت تستخدم ألعاب مش محتاج صوت قوي كده، برضو زي يوتيوب وكده، حاجات زي كده، وألعاب برضو خفيفة بس عادي ممكن تعلي منها عادي. نسبة استهلاك البطارية فيها بتكون مناسبة جدا جدا جدا، مفيهاش أي مشاكل في استهلاك البطارية، بتحافظ كمان على استهلاك البطارية ومناسبة. تالت حاجة بقى عندنا البابا ال5، في أرقام عشرية برضو جنبها. الخمسة الخمسة دي البابا بتاعتهم. يعني ايه؟ ال5 دي ولا فيها تأخير صوت، واستهلاك البطارية فيها مناسب جدا جدا جدا، وبتحافظ على البطارية. المسافة ممكن تبعد عنها 13 14 15 متر واكتر من غير ما يقول لك ديسكونكتد ولا حاجة. الملحوظة هنا والمعلومة الزتونة بتاعت ده كله ايه؟ انت مثلا لو اشتريت سماعة 5 في التردد وانت معاك موبايل 3.5 في التردد، ده غلط. انت ولا بتستفاد بميزات السماعة ولا بتستفاد بأي حاجة منها. على العكس، لو انت اشتريت مثلا موبايل 5 وسماعة 3 هتستفاد، بس مش هتستفاد برضو، مش هيبقى الصوت حلو برضو. على عكس السماعات، لو انت جبت مثلا، لو انت معاك موبايل 5 في التردد، معاك سماعة 5 في التردد، يبقى كده مظبوط. بس برضو لو انت معاك موبايل 5 في التردد وسماعة 3.5 في التردد، بتكون مناسبة جدا جدا. وده الفيديو واحنا وصلنا للنهاية، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتشجع اخوك. مع السلامة.